افريقيا ما ينجموش يجيو يشاركوا في هذه البطوله تحسبا وتحذيرا لبطولة العالم، خوفا من الإصابات، خوفا من الإنهاك وعديد العوامل الأخرى. والنقطة الثانية أيضا تنظيمية وحكينا عليها برشا، هي احترام الوقت. واضح أنه يلزم شغل كبير على هذا المستوى في احترام توقيت انطلاق السباقات. ان شاء الله تكون الحاجات هذه تتصلح في القادم الايام، خاصه كانت فرصه للجنه المنظمه والحكام لاخذ الخبره في مثل هذه الملتقيات، وان شاء الله في الملتقيات القادمه تكون في تنظيم اكثر واحسن رغم النقائص القليله حقيقه الموجوده. بعد لحظات انطلاق سباق اذا الاربعه في ال 400 متر، سباق التناوب، ذكروا بالمنتخبات المشاركه المغرب، الكويت، تونس، السودان والعراق. موجودة ياسر رزيق مع المغرب، لكن يبدو أنه وردي موجودة وردي موجودة ما تغيبش وردي، إذن موجودة وردي باش تنطلق الأولى في هذا السباق. ربما المنتخب المغربي بشير يخير باش ينطلق بوردي وينهي بآسيا، وهكا يضمن افضل طبعا الحلول والامكانيات. طبعا وصلتنا الان قائمه المنتخبات المشاركه، المغرب بهاجر الضوء، ثم خديجه وردي ستكون ثانيه، والثالثه فاطمه الزهراء رزوق، في حين كما قلنا آسيا رزيقي ستكون الرابعه ومسك الختام بالنسبه للمنتخب المغربي. المنتخب التونسي ان شاء الله لاحظوا كان هالة حمدي باش تاخذ ال 400 متر الاولى، خلود الحدادي باش تاخذ 400 متر الثانيه، مروه النصري ال 400 متر الثالثه، والختام باش يكون معاه حلومه جرفال في الدوره الاخيره. هذا الرباعي التونسي. بالنسبه للرباعي السوداني عندك بشير؟ الرباعي السوداني نلقاو صفاء عثمان عبد الكريم هي اللي باش تنطلق الاولى، في التناوب الثاني نلقاو امنه غيث برشم، في الثالث نلقاو نايل احمد اسماعيل، وفي التناوب الرابع نلقاو تسابيح محمد العيد هي اللي باش تنطلق الرابعه والاخيره في سباق التناوب. في انتظار بالطبيعه بقيه العداءات بالنسبه للمنتخب العراقي والمنتخب الكويتي، اللي يبدو انهم سلموا قائمه العداءات بنوع من التاخير. المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي امامكم. هلا عداءة المنتخب التونسي امامكم كما تشاهدون، اختصاص 800 متر. هلا اختصاص 800 متر. طبعا المعلومات هذه تجينا من عند خونا رضا الغالي. هلا حمدي صدريتها 62 هي التي ستنطلق اولى، وطبعا ينطلق الاول يفتح المجال والطريق امام زملائه ويعطيهم دفع معنوي كبير، لانه طبعا مسؤوليه هاله حمدي ستكون كبيره، لانه عمليه اللونتام تاع السباق وعمليه الدخول في الكورسه مهمه جدا بالنسبه للعداءات، لانه هذا السباق تتابع وتناوب والمسؤوليه مشتركه طبعا بين كل العداءات. الملاحظه كون المنتخب التونسي تقريبا متكون من عداءات المسافات نصف الطويله، هلا حمدي 800 متر، مروه النصري 800 متر، حلومه جرفيل 800 1500 متر، تقريبا العداء السرعه الوحيده هي خلود الحدادي على ما اظن 400 متر حواجز. ان شاء الله تكون فيه تناسق ما بين العداءات في وجود عداءات سرعه مثل المنتخب المغربي. هلا حمدي، خلود الحدادي، مروه النصري وحلومه جرفيل. هذا اذا طبعا الرباعي التونسي. المنتخب العراقي حاول كذلك يفرض لونه في هذا السباق النهائي للتتابع والتناوب، وهي عاده تكون مسك الختام. هذه المسابقات استعراضيه، سباقات التتابع بالنسبه للسيدات والرجال تختتم عاده الالعاب. هنا المنتخب العراقي لا نعرف عنه اشياء كثيره صراحه المنتخب العراقي، ولكنه متميز على الصعيد الاسيوي طبعا الى جانب بلدان الخليج العربي. لاحظ عداءات ال 100 وال 200 متر هما باش يلعبوا اربعه في ال 400 متر. المنتخب العراقي تقريبا الفتيات اللي شاركوا المنتخب العراقي باش يلعبوا 400 متر، ما عندوش منتخب كبير. طبعا ما فماش اصداء كبيره على المنتخب العراقي، لم تسبقوا هاله كثيره ولا انه منتخب معروف، على عكس المنتخب المغربي. الان عرفنا تبينا وانه
عداءات سرعه باش يشاركوا يعني ذوي الاختصاص. وهذا مهم جدا. حاره جيده، حاره 5 خاصه اللفه الاولى تساعد المنتخب المغربي. التونسي كذلك اللفه الحاره رقم 3. تعطينا فكره على كيفيه اختيار الحارات بالنسبه الحارات في بطولات عالميه تكون بالتوقيت، لكن في مثل هذه الدورات بالقرعه يعني يعملوا قرعه قبل ما يراجعوا السور. طبعا نذكر انه يصاحبنا في التحليل الفني لهذا اليوم الرابع والاخير رضا الغالي، وهو عداء تونس سابق كذلك بطل تونس صاحب الرقم القياسي في ال 200 متر. وطبعا ما دام نحكيو على ابطال تونسيين، شاهدنا الجمودي، شاهدنا طبعا فتحي البكوش، وتونس ستتنكر كذلك الابطال العدائين السابقين. كذلك فما رجال الخفاء ما شفناهمش الحقيقه على الشاشه، كيف ابراهيم العياشي كذلك العداء السابق التونسي اللي موجود في خدمتنا صراحه على المستوى اللوجستي. ولما تسند هذه المهمه لابناء الاختصاص وابناء العاب القوى فانه ما تكون الا النتائج طيبه ومسعده للجميع، مفرحه للجميع. نشكر زياده اللجنه الاعلاميه ولا التنسيق الاعلامي اللي قاموا بعمل كبير ومجهود كبير. منتصر اليزيدي اللي خدم خدمه كبيره برشا، كيف الطاهر ساسي الملحق الاعلامي للجامعه التونسيه لالعاب القوى اللي اكيد ساعدونا برشا بتضافر الجهود في غياب ممكن تقنيات البطولات العالميه والبطولات الاولمبيه، لكن حاولنا نأمنوا أكثر ما يمكن من الأرقام. زاد كيف تحية للحكام وتحية للمتطوعين اللي شاركوا في إنجاح هذا العرس العربي، البطولة العربية لألعاب القوى في نسختها 20. انتظار إذا انطلاق سباق بشير. ما نجمش نقولوا شكرا للزملاء في الحافلة لأنه العبارة أصبحت طبعا مألوفة، ولكن نقول كذلك كل التحية، نغير كلمة شكر بالتحية للزملاء الفنيين والتقنيين وكل طواقم التلفزة التونسية على رحابة الصدر، على التفاهم، وكذلك على هذه الحرفية العالية، لأنه صعب جدا بصراحة تصوير وإخراج ألعاب القوى، لأنه مش اختصاص واحد، مش مباراة كرة قدم، وإنما أحيانا 4 و5 اختصاصات و4 و5 منافسات مختلفة، فيها اللي طاير في الهواء، وفيها اللي يجري لقدام يحب يطير في الوثب الطويل، وفيها اللي على الحواجز، وفيها رمح. يعني هذا كله يتطلب حرفية عالية. الصحفيين والإعلاميين أنا نشكر الناس الكل لا أنفسنا، خليوا رواحنا للآخر. ليس من باب شاكر نفسه مرة من هنا، طبعا لن نشكر أنفسنا بكثير من التواضع. طبعا نعلق على هذه البطولة ونتمنى أن السادة المتابعين هما اللي يكونوا فرحانين وسعداء. انطلاق السباق إذن 400 متر الأولى، كل واحد يجري في الحاره نتاعو 400 متر، يلتزم بالحاره نتاعو. وانطلاقه قويه للمنتخب المغربي كما هو منتظر. المنتخب المغربي صاحب الرقم القياسي العربي 3 دقائق 37 ثانيه 72 جزء من الثانيه. المغربيه الاولى هاجر الضوء تنطلق لكن ترجع لها. نشوف اللحظه السودانيه تقوم ب 400 متر الاولى ممتازه. صفاء عثمان عبد الكريم السودانيه في ال 400 متر الاولى. شوف العراقية كذلك تنطلق قوية الآن العراقية، ممتازة العراقية في ال 400 متر الأولى. عودة للمنتخب المغربي، لاحظوا عودة والمنتخب المغربي عن طريق العداءة المغربية اللي في ال 400 متر الأولى هاجر الضوء تسلم لخديجة الوردي. الآن تنطلق خديجة الوردي، معروفة أكثر خديجة الوردي بالسرعة، صاحبة الذهبية في 400 متر. نعم صاحبة الذهبية في 400 متر، سرعة كبيرة تتجاوز العداء المغربية على الجهة اليمنى، تحاول بكل قوة خديجة الوردي. سلمت العصاوي الشاهد في وضعية كذلك مريحة، لأنه زميلتها هاجر الضوء وفرت عليها الكثير من الجهد، لأنه أعطتها بشكل جيد الشاهد. ونشوفوا كيفاش نبيل تحاول تعطل العداء العراقية. نعم. ممكن في احتكاك صغير مع العداء العراقية، برشا خبث رياضي هوني من العراقية جيدة في 400 متر، حتى مورفولوجيا الوضعية لصالح المغربية. عداء طويلة العراقية، صعوبة تلقاها مورفولوجيا، لكن اللحاق تحاول الآن تتجاوز في 400 متر الثانية عملية التسليم، وتنطلق المغربية. صراع ثنائي سيكون عراقي مغربي، ويفاجئنا المنتخب العراقي لحد الآن، يفاجئنا المنتخب العراقي لحد الآن في هذا السباق. الآن تونس تحاول الانطلاق
في مركز رابع. مركز رابع بعيد، والمنتخب الكويتي مركز خامس واخير في هذه شاهدوا الصراع عراقي مغربي، والمنتخب العراقي لحد الآن ممتاز في هذه الدورة الثالثة في 400 متر الثالثة. آسيا رزيقي هي اللي باش تحكم في هذا السباق، إذا العداءة المغربية. هذه فاطمة الزهراء الأخيرة، فاطمة الزهراء زروق المغربية تحاول الانفصال. هذا التورنو نتاع السباق نتاع الكورسة هذه مع فاطمة الزهراء رزوق. فاطمة الزهراء هنا تورنو نتاع الكورسة. الآن ستسلم أنيسة رزيقي في وضعية جيدة العصا لتنطلق الآن بكل قوة. أنيسة رزيقي في 400 متر الأخيرة. شاهدوا عملية التسليم كانت جيدة. تنطلق أنيسة رزيقي وستؤمن الفوز المغربي بالميدالية الذهبية. ممتازة قوية جدا أنيسة رزيقي، قوية جدا. شاهدوا هذه البطلة المغربية، لكن الوضعية كانت مريحة. كان التورنو مع فاطمة الزهراء رزيق هي اللي عملت التحول. نتابعوا التوقيت لهنا، بما انه نجم ممكن نخلطوا على رقم قياسي عربي. نتابعوا مع بعضنا التوقيت 3 دقائق 37 ثانية و72 جزء من الثانية. آسيا رزيقي، شوف المنتخب العراقي تستطيع تحطيم الرقم القياسي العربي؟ لا، لم يحطم. رضا على ما اعتقد. حقيقة المنتخب المغربي عنده 4 عداءات جيدات، خاصة معدات سرعة 400 متر. تغلب على المنتخب العراقي، خاصة المنتخب العراقي للفة الأخيرة كان منتخب بالنسبة لي مفاجأة. ما كنتش متصور المنتخب العراقي يقاوم الأمتار الأخيرة، حصل على البرونزية. المنتخب السوداني منتخب معروف في 400 متر عداءات النصف طويلة. المنتخب التونسي شارك عداءات ما همش اختصاص 400 متر، تقريبا 800 متر و1500 متر. حصل على النقطة الرابعة، عمل عليه إذا أزل الستار على السباق 4 في 400 متر السيدات، والآن سيفسح المجال في 400 في 4. سيكون تقديم منتخبات الرجال فيما بعد. لاحظوا التتويج نصف الماراثون كان لعبوه الصباح. الذهبية لحياة العلوي في سباق نصف الماراثون، وطبعا الذهبية للمغرب وعزف النشيد الوطني والسلام الوطني للمغرب بعد حين. اللجنة الأوروبية التونسية أشرت بحضور السيد يونس الشتيلي. الرولي وليد النشيد الوطني المغربي. نشوف على النشيد المغربي. تفضل. النشيد الوطني المغربي إذن تتويجا للمغربية، وعديد التتويجات للمغرب في هذه البطولة العربية في انتظار الاحتساب النهائي لعدد الميداليات المتحصل عليها. والمغرب لحد الآن مركز أول في جدول الميداليات في هذه البطولة العربية لألعاب القوى. وبعد لحظات السباق النهائي
السباق الذي ستختتم به هذه البطولة العربية، سباق التناوب الأربعة في 400 متر رجال. مسك الختام سيكون مع سباق الرجال 400 متر في 4. هذه إعادة للانطلاقة القوية للمغربية، طبعا نجمة المضامير في هذه الألعاب العربية في هذه البطولة، وهي أنيسة رزيقي تصنع الفرجة باللوك الجامايكي هذا الجميل والرائع، وكذلك ببرفورمانس عالية لحد الآن، تتميز وتفرض نفسها نجمة لهذه البطولة العربية ب4 ميداليات، 3 ميداليات على الصعيد الشخصي فردي وميدالية جماعية مع المنتخب المغربي في التناوب. اكتشاف الدورة يا رزق. ال 100 وال 200 متر، الأربعة في 400 متر والأربعة في 100 متر، تقريبا 2 في التناوب 2 فردي. حقيقة اكتشاف ونجمة الدورة تعتبر.